حلمي الجبروني ابننا وابن نادي المريخ، وراجل خدم في مجال الرياضة في منتخبات المنطقة ونادي السلام ونادي المريخ وأندية كتير. حلمي كان بيلعب دور كبير قوي في التدريب في بورسعيد، وخصوصا إن هو كان راجل فاهم في اللياقة البدنية بطريقة قوية جدا. حلمي جبروني ابننا وابن بورسعيد، واحنا مستعدين لاي شيء في العلاج، واي حاجه هتطلب من نادي المريخ بصفه شخصيه لاعضاء مجلس الاداره هيساهموا فيها. النهارده منطقه بورسعيد ابلغتني ان حلمي الجبروني هيحجز في آل سليمان، واذا كان في اي حاجه تتعمل، في ناس كتير عايزه تقوم بهذا الدور، منهم الباشمهندس هنا بوريده والكابتن ياسين، واحنا بشكرهم على كده، وبشكر الكابتن جمال نوفل على كده، ومجلس اداره نادي المريخ بالكامل بصوره شخصيه وليس اي شيء من نادي المريخ، مستعد يشارك لاخر جنيه في جيب كل واحد فينا. انا كمرسي قلت للناس المقربين ليا وكل الناس الحبايب اللي بيحبوا حلمي ان مفتوح باب للتبرع عن طريق نادي المريخ، الكابتن احمد جوهر والكابتن بوبو، اي مشاركه ماليه وتروح. حلمي محتاج اي حاجه علاجيه او عمليه او اي شيء، حتى لو هيسافر بره مصر احنا كلنا متكفلين بيها كمجلس اداره. والكابتن احمد جوهر كل يوم الراجل بيزوره في مستشفى آل سليمان، وكل يوم بيطمن عليه وبيجي يبلغنا، واحنا كلنا مع حلمي في اي حاجه يطلبها حلمي. وانا بلغت الاستاذ سيد الشامي المسؤول عن علاج الكابتن حلمي، او معنى صح المرافق للكابتن حلمي، لان السيد الشامي من الناس الحلوه جدا، هو والاستاذ عبد الخالق والحاج خليل العلاوي. قلت لهم اي حاجه، قول لي مثلا الرقم، هيقولوا النهارده محتاجين عمليه ب 20,000 هندفع من جيبنا 20,000، محتاجين عمليه ب 100,000 هندفع من جيبنا 100,000. احنا مش هنسيب ابننا ابدا.